الزكية. لعل تسميته بالنفس الزكية لبراءته وكونه يقتل مظلوما. وقد ورد هذا التوصيف ل3 شخصيات قبيل الظهور المقدس، منها النفس الزكية التي تقتل في النجف في 70 من الصالحين، ومنها النفس الزكية التي تقتل في المدينة المنورة. أما الشخصية الثالثة وهي أهمها، إذ هو من العلائم المحتومة للظهور، وهو رسول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قبيل ظهوره المقدس إلى أهل مكة. فعن الإمام الباقر عليه السلام يقول القائم لأصحابه: يا قوم، إن أهل مكة لا يريدونني، لكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى أهل مكة فقل: يا أهل مكة، أنا رسول فلان إليكم، وهو يقول لكم: إنا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا، فنحن نستنصركم فانصرونا، انصرونا. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية. يعد هذا التحدي للإمام عليه السلام من قبل المكيين تحولا خطيرا لإعلانهم الحرب على أهل البيت عليهم السلام. فما يمهلهم الإمام حتى يخرج عليهم ويفتح مكة؟ فعن الإمام الصادق عليه السلام: وليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة.